تخيل إنك فاتح لعبة على موبايلك وبيجيلك إشعار جايزة نادرة مستنياك في المكان ده. تنزل فرحان توصل للإحداثيات، ومن اللحظة دي اسمك يتحط في قائمة المفقودين. مش فيلم ولا خيال علمي، دي حكاية تخلي أي واحد يشك في الموبايل اللي في إيده. في أواخر سنة 2025 مدن أوروبية هادية زي بروكسل بدأ يحصل فيها حاجة غريبة. شباب بيخرجوا من بيوتهم في مواعيد مختلفة ومن غير أي مشاكل، بس ما بيرجعوش، لا خناقات ولا حتى كاميرا جابت آخر خطوة. الجامع بينهم كلهم كانوا فاتحين نفس اللعبة، الواقع المعزز. وسط التحقيقات اسم واحد كان بيظهر ويختفي زي الشبح، ليوناردو سيموني. شاب شكله عادي، جار هادي، محدش اشتكى منه قبل كده، بس اللي محدش كان يعرفه انه كان فاهم ازاي يحول اللعبة من تسلية لمصيدة. ليوناردو اكتسب ثغرات في نظام اللعبة، كان بيبعت احداثيات تظهر للاعب على إنها كنز نادر، فرصة واحدة في العمر، بس الحقيقة أماكن بعيدة ما فيهاش بشر ولا شبكة ولا صوت. اللي يوصل ما يعرفش إنه آخر مرة يشوف فيها الدنيا. بعد أسابيع بدأت المفاجأة، حقائب سفر فخمة متسابة في محطات قطارات مزدحمة جدا من بروكسل باريس، مش مقفولة قوي ولا مفتوحة قوي. لما الشرطة وصلت لبيته كانوا متأكدين إنهم هيمسكوا مجرم وخلاص، لكن اللي شافوه كان أبشع. قبو تحت الأرض، معزول إشارات ومرتب بدقة مرعبة. كل ضحية ليها رف عليه، الساعة، الموبايل، قطعة هدوم، وآخر إحداثية في اللعبة متحف مش للذكرى لكن للسيطرة واللعب بعقول الناس. اللي وقع ليوناردو مش غلطة كبيرة ولا اعتراف، تفصيلة صغيرة جدا نسي يمسحها في كود اللعبة، بصمة رقمية اتمسكت وفضحت كل حاجة. وفي لحظة الصياد بقى فريسة. القصة دي مش عن قاتل وبس، دي عن زمن بقينا نثق فيه في أي حاجة بتلمع على الشاشة، عن لعبة ممكن تبقى طليق للخطر، وعن سؤال لازم تسأله لنفسك: هل كل اللي على الموبايل لعبة بجد؟